ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ معلش انا اتأخرت عليكم بسبب مرض ووفاة بابا حبيبي الله يرحمه. بجد محتاجة لدعواتكم جدا عشان اقدر اكمل معاكم الفترة اللي جاية، وان شاء الله ما اطولش عليكم كده تاني. بصوا يا بنات، دي كانت قبل مرض والدي على طول. كنت جبت طريقة من الجزار، طريقة البرجر، وعملتها وقلت لازم افيدكم بيها. بصوا يا بنات، هنا انا جبت على الكيلو، حطيت هنا 100 جرام فول صويا. بتجيبيه الخشن ده وبتحطي عليه كوباية لبن دافية. اللبن هنا بيشيل اي ريحة مش حلوة في الفول الصويا. تقدري تستبدليها بالمية عادي خالص، انا كنت على طول بعملها يا بنات بالمية، بس بصراحة فرق معايا جامد. بتسيبيه منقوع فيها لمدة ساعة. خلي بالكوا يا بنات، احنا مش هنصفي منه اللبن، احنا هنحطه باللبن يعني مش هندلقه. وهنا جبت كيلو لحمة مفرومة، زي ما انت عايزاها حمرا خالص او فيها نسبة دهون بسيطة براحتك. وهنا بصوا بعد ما اتنقع اهو كده احطه باللبن بتاعه كله، مش هعصره منه، وما تخافيش مش هيفك معاكي. وهحط عليه بصلاية مفرومة، بصلاية وسط كده مفرومة فرم ناعم. وهحط عليه باكوين، كل نص كيلو هياخد باكو من بكاوي خلطة البرجر، او تجيبي من عند العطار. الكيلو بياخد 5 معالق، 5 معالق كبار يا بنات. خلي بالكم الخلطة دي بيبقى فيها ملح، يعني هنظبط الملح على يعني نقلل الملح شوية اللي هنحطه. حطيت معلقتين كبار بقسماط، معلقتين كبار فيجيتار، وهنحط معلقة صغيرة ملح علشان خاطر الفيجيتار والخلطة البرجر فيها ملح. ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة. وهحط معلقة كبيرة من البابريكا، يعني يفضل لو عندك البابريكا المدخنة، ما عندكيش خلاص حطي البابريكا العادية. وحطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وحطيت كده معلقتين كبار كده حلوين من الكاتشب، وحطيت 3-4 معالق زيت كبار. واخلطهم بقى كده كويس قوي. اول حاجة هخلطهم بس بايديا، بالشكل ده، عشان اتأكد ان اللحمة والبهارات كلها والفول الصويا كله بقى واحد اهو كده. وبعد كده بقى اجيب الكبة بتاعتي، واديها كده لفة فيها بحيث ان هي ايه، اللحمة تبقى عاملة زي الانسجة كده يا بنات، وكمان الفول الصويا يكون اختلط حلو قوي باللحمة. ناخد شوية شوية كده هخلصهم وارجع لكم تاني. اهو شايفين يا بنات عاملة ازاي كده؟ الفول الصويا ما بقاش باين في اللحمة، بس في نفس الوقت هيخليه ما يكشش مني. وهنا بقى لو عايزة تعمليهم على الميزان كده، كل كرة 100 جرام براحتك، 150 جرام براحتك. انا طبعا كده كده عاملاه للولاد في البيت، فبعمل يعني المقاس اللي بيطلع في ايدي، يعني متفرقش. ولو حابين يا بنات تزودوا الفول الصويا شويه براحتكم، يعني هو المفروض ان كل نص كيلو بياخد ال 100 جرام، بس انا عشان 100 جرام فول صويا، بس انا عشان عاملاه للولاد فانا حطيت ال 100 جرام دول على الكيلو. حبيتي تزودي ده براحتك اهو بالشكل ده. بيتعمل بكل سهوله، او لو ما عندكيش المكبس دوت تقدري تعمليه في غطا برطمان عادي جدا. شايفين يا بنات شكله؟ ما بياخدش اي وقت. انا كده خلصت الكميه اهو كلها، وحطيتها كمان في الفريزر شويه بس يمسك نفسه. جبت بقى الجريلا بتاعتي، وهنزل عليها كده 3-4 معالق زيت كبار، تسخن كده كويس، وانزل بقى بيهم بالبرجر في الجريل بالشكل ده. شايفين شكله يا بنات؟
هتشوفوه دلوقتي مش هيكش خالص، هيبقى حاجة بسيطة جدا. لكن الفول الصويا والبقسماط والفيجيتار خلوه ما يكشش مننا. شايفين يا بنات شكلهم عامل ازاي؟ اهو كده خلصت. هنطلع بقى كده. دول لقيتهم لسه شوية فخليتهم. واعمل بقى الكمية اللي انا عايزاها كلها. بعد بقى يا بنات خلاص ما خلصت الكمية اللي انا عايزاها، نزلت بالكايزر. طبعا ده بتاع الشركات، انت تقدري تجيبي الكايزر بتاع الفرن عادي جدا، يعني مش هنوقف نفسينا. بصوا هنا يا بنات قطعت كده بصل شرايح وحطيتها في نفس الجريلا. بعد ما حمصت الكايزر حطيت شوية زيت ورحت قلت ايه اكرملهم شوية بس، اشويهم كده بس بالشكل ده. واحط لهم كده رشة ملح ورشة فلفل اسود بس كده. انا عايزه اقول لكم يا بنات هيدي طعم خطير، كنت ناسياها دي. بصوا هنا حطيت بقى معلقه مايونيز على معلقه كاتشب على معلقه مستردة على خيار مخلل كده مقطعه حتت صغيره. اعملي الكميه اللي انت عايزاها. انا عملت كله معلقه 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 كده لان مش كلنا بنحب الصوصات. عايزه تكتري انت الكميه براحتك. بس حطيت هنا بقى كابوتشا مقطعه كده شرايح، تقدري تحطيها انت براحتك كامله، يعني التزويق ده براحتك، يعني تحطي اللي انت بتحبيه. حطيت شرايح طماطم ونزلت بقى كده بالبرجرايه. وهنا حطيت كده معلقه جبنه. عندك بقى انت الجبنه بتاعه البرجر حطيها، انا بصراحه ما كانش عندي فحطيت معلقه جبنه سايحه. بصوا هنا انا حطيت ونسيت احط البصل، هفتحه لكم دلوقتي وهحطه لكم. طبعا يعني دي عاده لازم انسى حاجه. اهو يا بنات شايفين يا بنات الشكل عامل ازاي؟ بجد هيعجبكم وهيعجب الولاد جدا. وطعمه كان خطير. عاوزه اقول لكم الولاد كانوا واقفين مستنيين اخلص. بصوا كل واحد مستني اهو، وزعتهم وبألف هنا.